زمان منذ 50 عام كيقولوها كيفتخروا بها. هادو ما عرفتي. انتوما والله العظيم الا كدي واحد الاجر انكم تفيقوا شي وحدين منهم، واخا صعيب تفيقهم لان التربيه اللي خداو تربيه فيها العداء من الصغر كيرضعوه في الرضاعه، صح. وتربيه فيها الافتخار بلا شيء، لان الانسان يفتخر بالموتى ديالو. انا كتبان ليا شي حاجه ماشي طبيعي. ما لقيتش انا علاش غنبني على هذه المساله، لان الفدائيين حنا كنسموهم الفدائيين، والله هو كي يعني يكسبهم الشهداء ولا ما يكسبهمش. الفدائيين راه كاينين في تونس وكاينين في المغرب، كنعرفوهم بالاسماء ديالهم، ولكن الدوله ما مبنياش على الاسماء ديالهم الفدائيين. وانا غير اللي هضر لي في هذاك الموضوع انا غنشمئز منه، رغم انهم راه الدماء نزلات، راه ما كاينش دولة قوية غتدخل لواحد الدولة باش تستغلها وجميع الناس غيكونوا متفقين معها، لا بدا كتكون معارضة ولا بدا كتنظم واحد المقاومة. والمغاربة راه قوم، ولكن هذاك التاريخ دابا حنا في هذا التاريخ بغينا نبنيو شي حاجة يعني أحسن. من الأحسن أننا نحاولوا نلقاو الطريقة اللي تنجي هاد الناس واللي ترفع القيمة ديالهم ويتزاد يعني الدخل ديالهم والرفاهية ديالهم قبل كل شيء. يعني ماشي هذا هو ايوه. الشيء الوحيد، ولكن قبل كل شيء تكون هذه المسألة. وللأسف الشديد يعني فاش كتقرا التعاليق وكتشوف هذاك الشخص اللي كيدافع عندكم في اللايف، كتلقى هذاك اللي كيدير التعاليق كيضرب الحجة ديال هذاك اللي معاكم. تماما. مثلا يقول لك حنا لا ما عمرنا ما درنا وحنا ظلمنا، وكتلقى واحد في التعليق كيقول لكم حنا غنخربوكم و50 عام وتاعنا تابعينكم. ما كتفهم والو. نضرب له عرفتي كل ديك شيء صفر. السكيزوفرينيا، انا نوجد لك هذا الموضوع ديال السكيزوفرينيا في هذه التربيه ديال هذا النظام. كيفاش يعني جعلها سكيزوفرينيا، جعلها في الشعب، تخشات في الشعب. يعني الشعب دابا يقدر يجوع وتسولو تقول ليه انت واش خاصك شي حاجه، نرمو. بخير حنا كل شيء باطل. كلش كلش. وتهزو هذاك المواطن، تهزو بهذاك الشيء الغنى اللي عطاه سيدي ربي وتحطو غير في دولة الجوار، غير في تونس، غير في المغرب. ما يقدرش يعيش يومين ثلاث ايام بالمجهود ديالو ديال الشهر وكيفتخر. اش غتفتخر؟ هذا هو الميزان. هو فاش كنهزك ونخرجك من هذيك الدوله ديالك ونحطك وسط الناس تاع العالم، شحال كتسوى هذاك الاجر ديالك اللي كتاخذ. تماما. كتخرج كتلقاه ما قادش يشد لك غرفه في اوتيل وانت موظف مثلا. انت راه موظف، ماشي نقولوا يد عامله بسيطه، راه كتلقى استاذ، كتلقى وهادو على فكره راه ما كيطلعوش عندكم اللايف. هاد الناس هادو اللي كيكونوا يعني واقع عليهم الضرر، كيخدموا ما كيستافدوا من داك النظام والو، هادو ما غيطلعش عندك اللايف لانه غيخاف على راسه. تماما. وكانوا بزاف كيصيفطوا فيديوهات اساتذه وهذاك الشيء، ولكن من بعد قطعوهم لانه ولا عددهم عددهم اللي صور قليل. اللي عددهم صور قليل. السويتش نتاع. عددهم ايوا على قليل. كل حال شكرا لكم تحياتي لك سيدي مراد، والله تحياتي. تنوجد لك هذاك الموضوع، واخا انا كسول شي شويه، انا ماشي مرحبا. مجتهد. مرحبا. نوجد لك هذا الموضوع نوريه لك يعني في بزاف الاحداث كيفاش كيتاخذوا الموقف وضد الموقف. الله يعزك. اوكي. اكيد اخي مراد، مرحبا بك. تحياتي سيدي مراد، مرحبا في اي وقت، مرحبا. بارك الله فيك. الله تحياتي يعزك. لك. الله يعزك. ابو اميره. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم ماما السلام. تطوالي، اهلا وسهلا. ليس ابو امير لاباس اخويا. لاباس. الله يعزك. لاباس عليك. أيضا الحمد لله يحفظك. أبو أميرة في الطوج ديالنا كل شيء خوتي مزيان. العزاز لاباس عليكم. اليوم ما فلت هذا اللايف، والله الا كنت مشغوله ما عاد فتح الباب. تلقايه في اليوتيوب، تلقايه. وهذاك الشيء اللي غندير، هذاك الشيء اللي غندير. بصح اليوم مزيانين بعدا. اليوم اللايف كان بخير. سخون. ها اليوم اللايف كان سخون. نبردو دابا، نبردو. صح كان زعما شي لايف واعر، ياك هادشي اللي قالت لي الملك. حشروا الجزائرية بواحد القنت. تطوالي بلاتي ناخذوا احنا راه ديال اللايف، بلاتي ناخذوا ابو اميره. ابو اميره باغي يقول واحد الكلمه شباب. باغي يقول لك كلمه وخلينا احنا مع بعض ديالنا. ابو اميره باغي يقول لك. أنا آسف. أول شيء أنا آسف
ويجب عليكم انكم تعذروني لاني ما بعرف لا درجه لا 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 الصوت لا لا, لا عندي. انا شخص تتأسف أخي عصبي. الفلسطيني، لا لا هاتوا بس ما ريغلومون ديال بعرف اللايف حتى حنا شو كنتحت. إنه مرحبا بك. تمام. بس بدي اوصل لك شغله اختي الملكه، تفضل أخوي بحكم العزيز. تجربتي بالسوشيال ميديا، وكل انسان عنده تجربته الخاصه بالسوشيال ميديا. صدقا قبل لا يكون موجود التيك توك وقبل لا يكون موجود الانستا، كنت في واحد الخندق كفلسطيني. انا بتحدث معك كان مغسول دماغي بما يسمى ظالم او مظلوم. مش صدقا عم بحكي لك اشياء مروعه. اذا بقول لك انه في صفحات باسماء فلسطينيه تدار من داخل الجزائر لازم تصدقي. اذا بقول لك انه في يوتيوبريه كثير فلسطينيه ولكن الصفحات كلها تدار من داخل الجزائر فلازم تصدقي هذا الشيء. اللي خلاني انخرط كفلسطيني في هذه المعادله انه لماذا المغرب؟ يعني كل شيء في السوشيال ميديا، وانا بتكلم قبل لا يكون في شيء اسمه تيك توك وهاي البرامج، انه كان كل شيء يتعلق بالتشويه بالمملكه المغربيه، لدرجه انا واحد من الناس كنت اخاف اتحدث مع مغربي. يعني شوفي، انا بتكلم اليوم معك، وسابقا كان لما مغربي يقول لي السلام عليكم كنت اخاف ارد عليه. صدقا من طريقه غسل الدماغ الفلسطينيه بصوره مش طبيعيه، انه المغربي لا تروح لعنده، لا تكلمه، لا الى اخره. تجربتي بالسوشيال ميديا، فقدت أكثر من 200 حساب تقريبا بالفيسبوك. عندك مجموعة كانت أكثر من 2 مليون و300 ألف، كلها طار وصفحات حسابات بالجملة كانوا يطيروا فقط من أجل أني أصبحت أنظر للمغرب. كانت الرسالة تختصر ببعض الكلمات من أخت مغربية من بني ملاه بالضبط. قالت لي بالحرف الواحد ابحث عن الحقيقة. قسما بالله ما قالت لي مثلا الجزائر فيها كذا وكذا، قالت لي بس ابحث عن الحقيقة. بل لما بلشت أشوف المغرب أو أنخرط في مجموعات مغربية أو أتعلم اللهجة المغربية، لقيت المغرب عكس ما يروج له بالإعلام. وهنا عرفت إنه أنا في حرب إعلامية واجب علي كفلسطيني أقل شيء إني أنشر صورة المغرب. يعني ما بدي شيء من المغرب أو ما ببحث شيء عن المغرب، ولكن حبا بالحقيقة. فبلشنا نكتشف هيك أشياء مروعة صدقا. لما بحكي لك عن أشياء، ما يعني واجب عليكم أنتم كمغاربة إنكم تتقبلوا فكر الفلسطيني المعارض للمملكة المغربية، لأنه هذا إنسان بكون مضحوك عليه، وهم عندهم أجندات بتخوف، مجموعات بتخوف. حتى لما تعملوا أنتم مجرد لايف، تلاحظوا أنتم ما بيدافعوا عن الجزائر كوطن، هم بيدافعوا عن شيء واحد فقط، هو النظام الجزائري. مستحيل تلاقي جزائري بيطلع بيدافع عن كوطن، بيطلع بيدافع عن النظام الجزائري. فالصورة اللي حابب أوصلها، أنا بتقيد بكلام الملك الراحل حسن الثاني عندما كان يفقد، ربي يرحمه، لما كان يفقد يهودي مغربي كان يقول فقدنا سفير. فأنتم كمغاربة واجب عليكم أنكم تنخرطوا في المجموعات العربية لتعرفوا صورة المغرب الحقيقية. لأن الأمانة إذا بنرجع تاريخيا فكل الشعوب أو كل الأنظمة الجمهورية العسكرية كانت بتحاول تشوه من المملكة المغربية، ولكن هيهات أن تتشوه هذه المملكة بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. عم تسألني شو رأيك بالدكتورة هالة؟ أخي، لا يمكن لأي فلسطيني دخول أراضي تندوف. اسأل هذا السؤال: كيف يحق لتلك الفلسطينية التي تدعي أنها فلسطينية بدخول تلك الأراضي؟ وأعتقد الجواب وصلك، لأنه أخي هؤلاء أشخاص بيستدرجوهم تحت ما يسمى فلسطينيين، بيقوموا بإعطائهم أموال مقابل تشويه المغرب. هذه حقيقة واضحة للجميع. ومثل ما في مرتزقين بفلسطين، موجود في كل بقاع العالم مرتزقين من أجل أنهم يلمعوا صورة هذا النظام. فهذا الشيء انت لازم تكون عارفه، مو انه اي فلسطيني طلع وتحدث، لازم تعرف الخلفيه اللي بيتكلم عنها هذا الشخص. وفي كثير صدقا انا قابلت مغاربه زاروني في فلسطين، وصدقا يا الله اخي الياس، هذه خذها مني، قديش في شبه كبير بين المغاربه والفلسطينيين بالبشر، في التعامل، في الرقي، في الاخلاق. وبتشرف اني بستقبل المغاربه في بلادهم. والله العظيم أكثر شيء بفرحني لما أعرف إنه في شخص من أوروبا مغربي بده يزورنا. هذا الشيء بفرحني. اللي بدي أوصل لك إياه أخي، راح تتهاجم بكل السبل، راح يهاجموك لأنهم ما بدهم الحقيقة توصل.
ما بدهم هذا المشرقي يعرف انه المملكه المغربيه كذا وكذا. ولو سالت حالك كمغربي لماذا المغرب؟ ليش المغرب بالذات من بين كل الدول العربيه اللي بتتعرض للهجوم؟ ما سالتوا حالكم هذا السؤال؟ طب ليش احنا بالذات احنا المغاربه؟ اخي الكريم، ما كان في انخراط اعلامي، وانا مسؤول عن كلامي. انا في فتره الفيسبوك ما كنت بشوف مغربي من مثلا بشوف عم بيسيئوا للمغربي، المغربي يقول لي ما تردش عليه، ما تديرش عليه، ما تاخذش، يعني مش المغاربه مش مسؤولين لهم، مش معطينهم اهميه. فصدقا من التاخير المغربي، وانا بشجعكم، وانا بعرف قديش انت بتعاني، الياس، الملكه، جميع الاصوات المغربيه، انا بعرف، انا كانسان عايش في الفيسبوك وعايش في التاثير الاعلامي، عارف قديش انتم بتعانوا كاصحاب كاصحاب صوت مغربي، بعرف قديش بتعانوا. وانا بشجع كل انسان عم يدعم الصوت المغربي، عوضا على بعض الاخوه، واتاسف في هذا الشيء اني اشوف اخوه للاسف مغاربه بيستقصوا انهم يدعموا الصوت المغربي وبيكونوا في لايفات اخرى. عزيزي، هؤلاء يقومون بوضع طعم للشخص المغربي من اجل رفع المشاهده. رجاء من جميع الاخوه المغاربه انكم تدعموا الصوت المغربي، ادعموا بعضكم، ادعموا بعضكم البعض. والله العظيم كلها مؤامره ضد المغرب، وهي حرب اعلاميه ضروس ضد المغرب. فعوض على انك تكون في لايفات ناس ما بتليق انها تحكي اسم المغرب، وما عندهاش خلفيه تحكي عن المغرب، وما عندهاش خلفيه تترفع عن المغرب، وللمغرب اسود تدافع عنه. فانا كانسان ناصح، والله ما لي دخل، بس كناصح انا بتشرف اشوف المغاربه كلهم مجتمعين تحت رايه المغرب، عوض ان اشوفكم متفرقين. بتمنى الرساله تكون وصلت. الله يخليك، شكرا جزيلا لك أخي أبو أميرة. إن شاء الله نشوف الأمور بخير وعلى خير في جميع الدول الإسلامية يا رب، هو ويبعد علينا هذا الأذى اللي حدانا يا رب. هو ك ك ك ك كتعقيب فقط، هو المغرب لا يستغل القضية الفلسطينية إعلاميا، وهذا فيما نجحت فيه الجزائر. المغرب يقدم في أرض الواقع، ولا نتباهى لأننا كلنا مع بعض نفس الناس، نحن مسلمين. فلسطين قضيتنا، كبرنا عليها، ربونا والدينا عليها، عرفناها وتعلمنا أصول هذه القضية، وتاريخيا قرينا عليها وعرفنا بأن القضية حقة. احنا ماشي مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، احنا مع فلسطين لأنها مظلومة، لهذا احنا معها قلبا وقالبا. احنا معها في المغرب، ملك المغرب وما يقوم به نحن لا نتجرأ حتى أن نقوله. يعني من يريد أن يبحث فسيبحث ويعلم الحقيقة، ولكن باش نستغل ضعف الناس في فترة معينة ونطلع على ظهرهم ونشارك في ولا نبرز صورتي في الانتخابات من أجل شعب اللي اليوم مستضعف وسط بلده، ما يمكنش، لا نستطيع. احنا تربيتنا ماشي هكا وأخلاقنا ماشي هكا، وما عمرنا ما منينا المن كيجينا باللغة المن، عمرنا ما منينا على شي حاجة، لأنه يوم لنا ويوم عليكم، نقدروا غدا ولا بعد غدا نكونوا حتى احنا في نفس لا سيتوياسيون، وغادي نبغيو الناس انهم يوقفوا معنا ويكونوا معنا بدون اشهارات وبدون انني. فيشرفنا ان حتى اليوم اخواتنا في فلسطين ما زالين صامدين. نتمنى الله تعالى اننا نوحدوا فيما بعدنا كشمال افريقيا بعدا في الاول، باش نقدروا اننا نعاونوا الناس الاخرين. الا ما عاوناش راسنا وحنا متفككين اليوم، ما عمرنا ما غنقدروا نقضيو على الكفار في الشرق الاوسط ولا في شمال افريقيا، مع الاسف. اخويا ابو اميره، ومرحبا بك اخي العزيز، مرحبا بك، نورتينا. حياك الله أخي أبو أميرة، مرحبتي بك. تحكي شغله في المملكه، توصلك بس فكره. تفضل. من يفضح تفضل. حقيقته صدقا هي فلسطين. يعني اذا معلش اذا بتستعملوا وانا انتم فلسطينيين اكثر مني، انا صراحه ما بشك حبكم وانتمائكم لفلسطين، ولكن كشف القناع عن الجزائر ياتي عن طريق الصوت الفلسطيني، ياتي عن طريق الصوت الفلسطيني، لانهم نجحوا كثير في غسل الادمغه، ولكن اليوم الشعب استفاق. اليوم سابقا اخي الياس، وصدقا عم بحكي معاه، لما كنت تجيب سيره المغرب امام اي شخص فلسطيني كاني حاكي شيء عيب او شيء كفر. كان عندهم فكره المغرب اللي زرعوها للاسف الشديد، واعطوا مصطلحات مضلله بحق الشعب المغربي. كنا بنحارب هاي الفكره. يعني انا اكثر شيء فرحت يوم ما شفت مثلا اغنيه الرجاوي البيضاوي، هذا صوت مغربي وصل للشارع الفلسطيني، اثر بالشارع الفلسطيني. يوم سقوط الطفل ربي يرحمه ريان، انا شفت الوالده بتشوف بالطفل كانها بتشوف فيه وانا واقع بالحفره. التضامن هذا اعطى صوره. كاس العالم
أعطى صورة عن المغرب. فهم من يعني إذا بتلاحظوا إعلاميا إنهم جن جنونهم فقط عندما وصل المغرب لكأس العالم. هي الحملة الإعلامية ظهرت للعلم بعد وصول المغرب لنصف النهائي في كأس العالم. تمام. ماذا أقول؟ كنحاولوا نوصلوا الرسالة ديالنا لجميع الشعوب، ماشي فقط الشعب الفلسطيني، جميع الشعوب، باش نحاولوا ما أمكن. لأن أنت عارف أبو أميرة أن الآلة الإعلامية السابقة اللي كانت كاينة، الآلة الإعلامية الناصرية، والحرب اللي كانت في ذاك الوقيته على الملكية، مرورا بهذا العداء ديالنا مع الجزائر قبل منها بليبيا وبعض الدول، هو اللي تأثرنا به إعلاميا. لكن اليوم استفقنا نحن كشعب مغربي وأصبحنا نحاول أن نوصل رسالة لهذه الشعوب وأن نريها الحقيقة. يعني نقدر نقول بأننا وكأننا بوصلة لهذه الشعوب من أجل معرفة الحقيقة، من نحن ومن هي دولتنا وما الذي نكنه لهذه الدول من محبة وأخوة وعطف وكرم. لا نمن على أي بلد بشيء، بالعكس جميع الدول صديقة إسلامية كجمعنا بها بزاف ديال الحاجات. أما خوتنا في الجزائر فكنظن أصبحوا اليوم معروفين شكون هما. كنظن أنا صافي واخا شعيب لسه في بداية الطريق، لسه في بداية قبل الطريق، أعتقد لازم شي واحد تكملوا. فيكم الشباب، شي واحد فيكم الشباب يعطيني قاس دغيا دغيا غيطلع. شعيب يقول غير كلمه ويهبط واخا غيطلع. هبط عطوني واحد الدقيقه. خليك هبطنا انا الياس. بغيت يطلع هنا. خليك مع الملكة خويا خليك. سنشير. سنشير فلتي واحد اللايف، فين كنتي يا حبيبي؟ ناري فلتي واحد اللايف اسنشير. واليوم راك عارف رمضان اخويا. من خير. مساء الخير. غير واحد وعيب. الكلمة أخي إلياس أختي الملكة. واخا شوف سنشيرو منشيرو واحد خليك معنا لان شعيب كاين وسط غزه فهمتي باش يهبط دغيا. تفضل يا شعيب. الله يسعدك ويحفظك. شوفي بدي اقول لك شغله. انا تواجهت مع هؤلاء كثيرا، عند اسعد الشرعي، عند ياسر قيور، عند سعد ولد العاصمه، عند الاخوه المغاربه كلهم. فاهم علي؟ لما بسمعوا صوتي كفلسطيني بالذات من غزه بصير معهم الرعب، لانه احنا كشفنا حقائق. يعني في الاحداث اللي دارت في الاراضي الفلسطينيه، جمعيه البركه مسؤوله عن هذا الفرار من الاراضي الفلسطينيه، كاد ان يقتل لانه حاول ابتزاز مرأة زوجة شهيد رحمه الله. الجزائريين واخدين فكرة الكذبة أو كيف النيف على شيء فاشل، يعني على كذب. يعني مثلا تيجي تحكي في القفطان أو الزليج المغربي مثلا، يصارع في العالم إنه هذا الزليج جزائري. طب يا أخي أعطيني الزليج المغربي معروف، يصنع من تربة معينة في مكان معين في فاس، معروف. حتى الصين يعني ما نجحتش في تقليده. الجزائر بده يقنع العالم إنه الزليج جزائري. فاليوم انت لما بتتكلم مع بلد يتكلم مع شعبه، شوف كيف بلغة مستعمر ويخاطبه بحرفيا ب90% أمي، هذه أكبر مصيبة، أكبر مصيبة كارثة. وكنت في مواجهة عند أسعد الشرع أيضا في بث قبل شوية، قبل ما أتجه لبثكم الكريم، واخد قناعة إنه هو فعليا كجزائري كان له قيمة ما قبل العثمانيين أو كان موجود، وهذا غير موجود تماما، لا في المراجع ولا في التاريخ ولا في أي شيء. القذافي رحمة الله عليه أخطأ وأصاب، لكن الرجل كان يتكلم أحيانا بحقائق. قال كلمته الشهيرة: لم تكن هناك الجزائر، كانت النقطة فلانية والمساحة كذا. وهذا المستعمر أخذ هذه الأجزاء من المملكة المغربية وأخذها من النيجر والساحل ومالي وتونس وليبيا وصنع المستعمرة. ولكن بعد تصفية الاستعمار بقي الوضع على حاله، ولكن جزئية التقسيم التي يتكلم عنها الجزائريين هي صنعت بأيدي فرنسية بناء على الكيان الوظيفي التوسع الذي صنعه النظام الفرنسي آنذاك، وأرادوا تقسيم المغرب للحصول لممر على المحيط، لأنه فعليا فرنسا تفتقد لأي تواجد على المحيط الأطلسي. فبالتالي اليوم المواطن الجزائري عشعشت في راسه الفكرة. كيف عشعشوها؟
نحن مع القضايا الحقة، فلسطين ظالمة ومظلومة والبوليساريو محتل من المغرب. هذه الفكرة اللي عشعشت في رأس المواطن الجزائري ماذا اكتسبت بعد 50 عام من الصراع؟ أول شيء خسائر بالمليارات. ثاني شيء اليوم عندك الطوابير والكوارث المالية عندك بسبب هذه القضية اللي أنت تبنيتها اللي هي مش قضية أصلا. اليوم أنت معتقل أيضا مواطنين مغاربة في تندوف وفي بشار وصحراويين يدينوا للولاء لله ورسوله والبيع على المملكة المغربية. تمام؟ اتركهم هم يقرروا مصيرهم والحكم الذاتي خليهم هم يقرروا. لكن الجزائر عارفة أنه الملف انتهى. اليوم أنت قعدت على المفاوضات كطرف غصبا عنك كجزائر ولم تجلس المملكة المغربية مع البوليساريو. نقطة أخيرة عشان ما أطيلش عليكم والوقت عندي ضيق. المملكة المغربية لا تعطي الاهتمام للنظام الجزائري، فالبروماغندا الإعلامية داخل النظام المغربي لا تعطي اهتمام، لأنه لو أعطت اهتمام في الإعلام الجزائري إذن هناك قضية، فبالتالي ليست هناك أي قضية صحراوية أقصد بوليساريو يتحدث بها المغرب، لأنه في النهاية من هو على الأرض من هو يقرر. يعني أنا كفلسطيني كل العالم وإسرائيل وأمريكا ونهجركم ونوديكم ونجيبكم وأنا مشترك الأرض، قول اللي بدك إياه، أنا على الأرض. اليوم المغرب على الأرض من طنجة للقويرة على شوف الأرض. في هذا الشق وستة شعيب الشباب ومليون عفاكم، تفضلي في هذا الشق تفضلي. شعيب انا غنعطيكم معلومه انا والياس، ولكن الشباب عفاكم حيت غنبين الكاميرا وديجا عندنا السينيال هكا. جزاكم الله خير تكبيس ولي غير لي تيك توك الشباب، غير لي تيك توك امور باش انه يبقى واقف. الله يجزاكم الله كل خير. انا اعطيكم معلومه بالدليل من الشروق الجزائريه. ها هي وغادي يمكن غتصدمكم هذه، ربما تصدمكم ربما تكونوا عارفينها لا اعلم، ولكن ها هي من عندي نعطيها لكم. اسمعوا، هذه الشروق الجزائريه شفتوها، هذه الشروق الجزائريه، شروق اونلاين. قال لك هكذا اقتنع بومدين برفع العقوبه عن ياسر عرفات. انا هبطوا لتحت ونقراو. في سنة 1975 زارني بمقر السفارة بدمشق خليل الوزير أبو جهاد، وعبر لي عن تألم الفلسطينيين من قطع العلاقات معهم بأمر من الرئيس بومدين، قائلا: أملنا فيك في أن تقنع الرئيس بومدين بإلغاء مقاطعتنا، فأنت تربطك به علاقة شخصية يقدر رأيك، وحاولنا مع وزير الخارجية بوتفليقة وفشلنا. أجبته بأنني سأحاول. السبب في هذه المقاطعة هو أن ياسر عرفات تصور أن الجزائر لا تمانع في أن يضم المغرب الصحراء الغربية، فصرح تصريحا مؤيدا لذلك. فسخط بومدين وجمد سائر العلاقات مع المنظمة، بالرغم من أن ياسر عرفات تدارك الأمر وصرح تصريحا مناقضا لتصريحه الأول، ونحن ليس لنا مشكلا في هذا. استقبلت في نفس السنة من الرئيس بومدين، وقبل دخولي مكتبه سألت مستشاره السياسي السيد إسماعيل حمداني، فأخبرني أن الرئيس ساخط على عرفات، ونصحني بعدم إثارة الموضوع معه. وبعدما قدمت عرضي للرئيس عن الوضع السياسي بالمشرق العربي، دار الحوار التالي بيننا. اسمعوا الحوار اللي غادي يألم. لماذا أنت مستمر في قطع العلاقات مع فلسطين؟ شوف باش جاوبوا بومدين: ليذهبوا إلى الحسن الثاني لمساعدتهم، لنتوقف عن الحديث في هذا الأمر. تخيل، فقط من أجل الصحراء الغربية. توجه في هذا اللحظة أبو عمار بالضبط، وتوجه أبو عمار آنذاك للحسن الثاني، وتفجر الصراع بين الفلسطينيين والسوريين بدعم الجزائريين ضد الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا، ونشب صراع مسلح دموي بين السوريين والفلسطينيين. وظلت القطيعة على يومنا هذا، يعني عودة الجولان اختلف الوضع، لكن طول الفترة الزمنية السابقة لم تكن هناك علاقات بين الفلسطينيين والسوريين، وكل منهم مناوئين لمنظمة التحرير الفلسطينية، في منهم قتل وفي منهم دخل السجن. هذه من ناحية. من ناحية ثانية
تبون لسه قبل فترة وجيزة تكلم، قال إذا كانت هناك المدنية لا حاجة للقضية الفلسطينية ولا للبوليزاريو، صح؟ قال صح. إذا هي قضية للمتاجرة. واليوم هو أصبح شوف الجزائر اليوم أصبحت أمام واقع، إما تحل بالطريقة المحترمة أو بالنعال، هتقعد طرف زي ما قعدت في إسبانيا، غير هيك ما فيش عند المملكة المغربية. والأمر أصبح نهايته محسوم، يعني قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. اليوم الجزائر حصلت على شعيب فجلة شعيب بطوش بعد بس 50 عام. شعيب لحظة بدي أنزل يا محمد بعد إذنك. بس حصل أضيف لك بعد المعلومة 50 بس. عام. تفضل. شوف رغم إنه مصر، سوريا، كل الأنظمة الاشتراكية الجمهورية اللي شاركت في حرب الرمال، شوف المملكة المغربية مثلا ما انتقمتش من المواطن السوري، رغم كل هاي الأنظمة اللي شاركت في حرب الرمال صحيح ضد المغرب. صحيح. لم ينتقم استقبل الجميع. المغرب. لم ينتقم المغرب. شوف السياسة الحكيمة الموجودة عند المملكة المغربية. وبيجيك واحد راسه مربع بقول لك ليش انتم كفلسطينيين ضد الجزائر؟ لأن عارفينكم احنا ما وراء ظالم او مظلوم. انا في استاذه صحفيه بالمغرب، الاستاذه فتيحه، بوجه لها التحيه من هذا المنبر، قالت لي ما وراء ظالم او مظلوم، احنا مو شعب هجين حتى يمارس عليه جميع الالاعيب باسم الشعارات الغوغائيه اللي دائما لا شوف بيستخدموها بدي أقول لك شغلة. صراحه شيء مقزز يا زلمه لما تجي تقرا عنهم وتعرف في معلوماتهم بالامانه ملاحظة شيء. بسيطة جدا، انه في عام 1900 في عام 1912 كان الثاني بنك على مستوى العالم العربي هو البنك الفلسطيني، بنك القدس. في عام 1909 كان أول بنك على مستوى العالم العربي في المغرب. في عام 1918 كان آخر أمي في فلسطين. فلسطين صفر أمية يا جماعة، بالمناسبة الوطن الوحيدين في الوطن العربي صفر أمية الفلسطينيين، وأكبر نسبة دكاترة فلسطينيين. في نفس السياق اليوم أنا بقول لك الجهل هو عدو الإنسان، والشعب الجزائري للأسف، أنا ما قلتش مش على لساني يا جماعة، على لسان رئيسكو عبد المجيد تبون 90% أمي، والأمية ترافق الجهل. والسلام عليكم، شكرا لكم والله يحفظكم، وديما ديما المغرب، والله يعطيكم الصحة ويحفظنا. الله يعزك، الله يسلمك. الله يعزك، والله ينصر أهلنا في فلسطين. شكرا يا شعيب. يا رب الله يسعدكم ويحفظكم ويجعلكم دوما عونا وسندا لأهلنا في غزة. الله يعزك. نشكركم على توزيع المصلى عندنا هنا في المخيم. ربي يحفظكم، لأنه فعليا احنا والله في هذا واجب يا مساعداتكم أخي، ولو والله قدرنا على بننقذ أكثر أرواح لكان كثير. مرحبا. الله يكبر بك، الله يكبر بك. الله يسعدك، الله يسعدك. وانت يا ابو اميره همتك معي في هذا الموضوع الانساني في المخيم، لانه حقيقه لا شوف، الوضع عندنا بدي اقول لك متأزم. شغله، والله شعيب اكتشفت شغله يمكن راح تنصدم. في جمعيه للايتام، والله يا جماعه ما بكذب عليكم، في جمعيه للايتام وعندي بنت اختي يتيم، تمام؟ ففي مهرجان، ذهب للمهرجان، والله يا اخوان الواقفين على هذا الحفل والله مغاربه، اقسم لكم صادق يمينا، حتى الكاسكيت صادق عليه علامه المغرب. قلت يا الله، حتى يعني شوف الدعم لوين واصل، وما بيطلع مثلا مغربي بقول لك بتكلموش قدمنا جبنا لكم وعملنا. بتكلموش استغفر الله بيحكوش العلي العظيم. بيحكوش بصراحه شوف أنا شوف بقول لك شعيب بس توصل لك شغله. انا لما سالت استاذه مغربيه، سالتها لماذا الاعلام الفلسطيني لا يتكلم عن المغرب كثر ما يتكلم عن الجزائر؟ تعرف شو قالت لي بالحرف الواحد؟ م. قالت لي لأن الإعلام الفلسطيني درس بالجزائر، فكيف له أن يتحدث عن المغرب؟ حتى إعلامنا أخي الكريم للأسف الشديد إعلام موجه. أنت طب ممكن شفت بتتابع السوشيال ميديا وبتشوف بس إذا بأذيش إذا ذكرت الجزائر بتلاقي شو؟ إذا ذكرت الجزائر في أي منشور بتلاقي المنشور فيو مليون 2 مليون، بتلاقي مشاهدات. ولكن شوف المغرب بتلاقي الطعن، التدمير، التشويه، وكلها حسابات جزائرية يا للأسف. زلمة المغرب على عقود. شوف الفكرة، بدي أقول لك شغلة حقيقة، خلينا نتكلم بواقعية بشفافية دون مجاملة.
المغرب إمبراطورية إسلامية، هناك من يريد طمس هذه الهوية في العالم المشرقي. في نفس الوقت المملكة العثمانية والدولة العثمانية أيضا إمبراطورية تم تشويهها ووضع فكر أنها دولة، يعني أنت كمواطن عربي تفكر من عالم آخر أو مش مسلمين، وهي لها تاريخ في الإسلام. اليوم عملية التشويه، أنت إنسان كمسلم لا تتعلق في تاريخ وإرث الأندلس، هذا بدك تفهمها. هذا سياسة مستعمر وضعت في عقول المشارقة. اليوم أنت لو سألت أي واحد عن عربي أو أي عربي تقول له مثلا إيش بتعرف عن الأندلس، بقول لك جامع قرطبة، لكن بيعرفش إشي عن طليطلة، بيعرفش إشي عن مدينة رندا، بيعرفش عن ألميريا، بيعرفش هذه الممالك ولا سلاطينها ولا يوسف بن تشفين ولا الموحدين ولا المرابطين ولا هذا التاريخ كله أغلبهم بيعرفوش، لأنه في عملية تشويه للمغرب كتاريخ إسلامي. حتى لما دخل المستعمر أراد أنه يقسم المغرب، يعني في بلد، يعني المغرب استعمروا 3 بلدان: إسبانيا، فرنسا، ألمانيا كانت في طنجة، والثلاث حلقات من المستعمر لم تغير لا الثقافة ولا التاريخ ولا الهوية. فبالتالي أنت ما تستغربش، يعني أنت لما تسمع الاحتلال العثماني بتفكر الاحتلال العثماني بوطنيين ولا هنود حمر، لا، هي دولة وخلافة إسلامية كانت سياسة الخلافة العثمانية كلها كوم في العالم الإسلامي والعالم العربي، والجزائر كوم آخر، لأنه الوحيد الذي يبيع كالعبيد للفرنسيين هم الجزائر. وشكرا، بتشكرك والباقي أخي سعيد. عندكم. إن شاء الله وفهمكم كفاية. صوتنا السلام صوتنا هو عليكم، جسر. ربي يحفظكم. مرحبا تصبحوا على بك، خير، مرحبا الله بك، يسعدك. مرحبا إن شاء الله صوتنا هو مرحبا. جسر يعبر عليه الصوت المغربي. مرحبا بك ابو اميره. حياكم غدا الا كنتو أميرة. غدا الا كنتو مساليين نرجعوا عندنا ان شاء الله ونكملوا اللايف ديال اليوم، ولكن نبداو انا والياس قبل يكونوا معنا الاخوه المغاربه، نوقفوا اللايف مزيان، وديك الساعه نبداو. لكم الحق انكم حتى وان تكلمتم بعصبيه وداكشي كيكون لايف محمي شويه، على انه ما كنكونوش بعيدين. قسما بالله اختي المملكه بس من القلب، والله من القلب. مرحبا، من والله شوفي مرحبا. اختي، امنيتنا بس يحسوا فينا، لكن للاسف الشديد بتلاقيهم بيطعنوا بالشعوب، بيشوهوا بالشعوب تحت اسم ما يسمى الدفاع عن الفلسطيني. يا اخي امتى الفلسطيني كان بسب في اعراض الناس؟ لما تلاقي اعلام الجزائر رسمي بسب باعراض الناس المسلمات العفيفات. فهمتيني؟ يعني للاسف الشديد انا صرت اخجل اقول اني انا فلسطيني والله صراحه. لما اشوف مثلا اليمني بسبني، الاماراتي بسبني، وعنده الحق يسبني لانه عم بستخدم انا للاسف الشديد بطريقه وقحه تحت ما يسمى الدفاع عن المواطن الفلسطيني او الدفاع عن الفلسطيني. امتى كان الدفاع عن الفلسطيني بسبب اعراض الناس والتشويه في اعراضهم، التطاول على حرماتهم؟ امتى كان هذا الدفاع؟ ولكن ان شاء الله بنوصل نكمل المسيره، وشرف لينا انه تستقبلونا عندكم، وهذا ما عهدنا منكم. بارك مرحبا الله فيكم، مرحبا حبيبي، مرحبا. وشاف الله الله الملك مع يعزك، اذان الفجر. الله باقي يخليك. 3 دقائق لاذان الفجر بمدينه القدس، يا رب مع الاذان الله تشفي يتقبل. جلاله الملك محمد السادس يا الله. امين تحياتي امين. لكم. حياك الله ابو اميره، حياك الله ابو اميره، الله يخليك. الله يكبر بك، والله ينصركم يا ربي جميعا، الله ينصركم، الله ينصركم. سيدي سانشير الغزال، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ السلام عليكم. السلام اهلا، ورحمه الله. جاي الله يعزك سيدي سانشيرو، مرحبا، بصحة فطورك؟ فطرنا راه 3 السوايع دابا باش فطر. دير الصحة، ما استقيناش باش نقولوها لك سيدي العزيز. الله يكبر لي بك، الله يكبر لي بك. وكلام كثير الصراحه كنت باغي نقولوا من كانوا الاخوه الفلسطينيين، ولكن ما نهبطوا نقولوا لخوتي المغاربه. رافلت لك اللايف، رافلت لك اللايف بعد في جميع الاحوال، رافلت لك اللايف. ياك ايوا ما كتبش، راك عارف. دابا تشوفوا مسجل في اليوتيوب ان شاء الله. بشار، شوف يا بشار، فلت لك واحد اللايف ديال السلام سانشيرو عليكم. في الطومة، نعاود شنو. سلام. ممكن واحد الكلمه اختي الملكه واخي لا الياس؟ بيان سور بيان سور، تفضل. نسولك واش انت هو صاحب الجزيرة ماغنيزيو؟ هو انايا، هو صافي. عرفت كيف بالصوت، والبارح كنت نسولو يا ما حيت ضربوا لي هذاك الحساب. هذاك الشيء سمعتك قلت الله يجازي الملكه.
وقعت عليهم البارحه قبالك لا بعد البارح. ايوا شوف الاخوه الفلسطينيين ذكروا ان مثلا الجزائر كيدرسوا فيها الفلسطينيين وكذا وكذا. اكثر انا دابا تنقول لكم من التجربه ديالي انا الخاصه، يعني اكثر هذه من يعني من 25 سنه ولا اكثر من 20 سنه تقريبا في الجامعات المغربيه ولا المدارس العليا ولا كانوا هناك فلسطينيين كيدرسوا معنا اخي الياس بيان سور في قلب الجامعات، وانا اعتقد ان لا زال الحال كما هو عليه. لكن الفرق ما بين المملكه المغربيه وجارة السوء هو ان المملكه المغربيه لا تمارس السياسه داخل الجامعه كما تمارس السياسه داخل الجامعه الجزائريه، او بالاحرى داخل خنادق المخابرات الجزائريه، باش نكونوا متفاهمين. كنمشيو للجامعه ما كانت ولا المدرسه او الكليه الطب او جامعه الاقتصاد او ديال الاداب او ديال ما كنتعلموا حقد على الشعوب، ما كنتعلموا الايديولوجيه اللي كتزرع فينا الحقد على اي دوله اسلاميه اخرى او جاره، مهما كان العداء ديال هذيك الدوله على المملكه المغربيه. فالدوله المغربيه تقف موقف الحياد من هذا الجانب، فكتخلي الانسان المغربي حر في البحث، حر في ان يجد من يعادي في الواقع المملكه المغربيه ومن يصادق المملكه المغربيه. هذه نقطه مهمه كان لازم الاخوان الفلسطينيين صراحه يعرفوها. حنايا علاش ما كنلقاوش حلفاء؟ لاننا لا نؤدلج الناس، لاننا لا نبرمج الناس، لاننا ما كنديروش العمليه ديال البروباغندا كما تقوم بها جارة السوء. بل نعتبر الفلسطينيين من الجانب العقائدي، وانا هنا دابا نبدا نتكلم من الجانب العقائدي اخي الياس، لأن التربيه العقائديه ديال المغاربه هي جد 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 متأصله، وذلك كنلقاو في المواقف ديال صاحب الجلاله محمد السادس ولا السلاطين ولا الملوك المغاربه عبر الزمن فيما يخص فلسطين. لأن المغاربه كانت لهم حجتان، حجة اللي كنعرفوها لمكة المكرمة بأرض الحجاز، وكانت لهم حجة لبيت المقدس. المغاربة عبر سلطانهم الموحدي أرسلوا تقريبا ما يفوق ربع الجيش الذي فتح القدس مع صلاح الدين الأيوبي، هو الذي جعل صلاح الدين الأيوبي يقول: أهل المغرب أهل لا نؤتى من قبلهم، أهل المغرب قوم لا نؤتى من قبلهم، أهل المغرب قوم لا نؤتى من قبلهم. إخوتي الكرام، وهذا إن دل عن شيء فإنما يدل على جآشة عند المغاربة والصبر ديالهم والثبات ديالهم عندما يلتقي الخصمان. لأنه في حرب يعني فاش يشتد الوطيس، هنا فين كنعرفوا الراجل من المنافق. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. هؤلاء هم أهل المغرب في هذاك الزمان وإلى يومنا هذا. نقطة المسألة اللي بغيت نذكرها الإخوان الفلسطينيين، حاليا المغرب لا زال يدفع ثمنه لدفاع عن ديار الإسلام، كما فلسطينيين يدفعون الثمن عن دفاعهم عن أرض الإسلام. نحن لازلنا عندنا أراضي محتلة إلى يومنا هذا اللي هي سبتة ومليلية، وأن استقلالنا لما جاء جزئيا ولم يكن كليا. وكان عندنا أولوية أننا نساهم في تحرير شمال إفريقيا وأن نساعد إخوتنا. ما كنا نعتقد أنهم إخوة لنا في الدين، لكن حقيقة الأمر أخي إلياس أنهم لم يكونوا كذلك، بل كان فيهم كثير من الشيوعيين والماركسيين واليساريين والقومجيين العرب
الذين لا علاقة لهم لا بدين ولا هم يحزنون، بل كانوا كيضربوا على المصالح ديالهم الشخصية. هذا زعما هذا من ناحية المغرب. شوف ملي تشوف اللايف غادي تعرف بان هادشي هذا كامل ما بقاش حكر عليك انت كمغربي كتعرفه، اصبح العالم الاسلامي كله يعرف عن الجزائر. انا شوف غنخلي ولله الحمد ولله الحمد. لم تكن هناك جنسية واحدة او جوج. ملي تشوف اللايف غادي تشوف شحال ديال الجنسيات كانوا في اللايف وماذا قالوا عن الجزائر وما الذي فعلوه للجزائر، ماشي الارض للنضال. وكنتمنى انك تشوفوا غنشوفوا ان شاء الله. وهذه من فضائل وبركات هذا الشهر الفضيل علينا. اختي الملكه ذكرتي مقال الشروق. اختي الملكه واش عرفتي شكون كاتب هذاك المقال ولا ما عرفتيش؟ عرفت. انا راه جاي في الطريق وسمعتك كتقول. عرفتي شكون كاتب المقال اختي الكريمه؟ عرفت. هو السفير الجزائري في سوريا. كاتب المقال ليس برجل عادي، بل هو رجل دبلوماسية جزائرية. أي باش الإخوة يعرفوا أن ناقل الخبر ليس رجلا عاديا، بل هو رجل سياسة ورجل دبلوماسية ورسمية جزائرية. حتى باش يتبين لكم أن الخبر فإنما هو يقين. يعني ما جاش غير يسمعوا وكتبوا في مقال كي ربما صحفي سمعها من عند شي واحد وجا كتب المقال باش يعمر الشوارج. لا، كاتب المقال هو رجل سياسة ودبلوماسية جزائرية. هو كان سفير ديال الدولة الجزائرية في سوريا. كلام كثير أخي إلياس، أظن حتى لا أعيد ربما الكلام أنا فاتني في اللايف. فغير هادو هما النقاط الأساسية. أنا راجع من راك عارف كنستمع للإخوة الفلسطينيين وأقول للإخوة الفلسطينيين مهما قدمنا لا لفلسطين ولا للفلسطينيين فتيبقى هو الشيء قليل في مقارنة ما يقدمونه وما يعانونه وما يحتاجونه في حياة، فهمتي، في حياتهم اليومية وكذا. فما نقدروش نسأل الله أن نكون نمن عليهم ولا شي حاجة. مهما قدمنا فهو قليل في حقهم. ولكن عاوتاني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولكن على نياتكم تبعثون. النية ديال المغاربة راه معروفة فين غادا، ملكا وشعبا. مواقف لا يمكن أن نفرق بين المملكة المغربية ملكا وشعبا. دائما الشعب وراء جلالة الملك، والملك الله ينصره مع الشعب المغربي. وهذه هي المسألة اللي كيبغي يضرب فيها أعداء وحدتنا الترابية وأعداء المملكة المغربية. أخوتي الكرام، هما أنهم باغيين يفرقوا ما بين رأس الهرم في الدولة المغربية والقاعدة. لكن هيهات الشعب دائما مع جلالة الملك وجلالة الملك. وأعيدها أقولها مرة وأعيدها للمرة الألف والمليون. نحن مع جلالة الملك. دار اليمن نمشيو مع اليمن، مشى اليسار غادي نمشيو لليسار. وهكذا هكا نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم مع ولاة أمورنا. فتحية لك أختي الملكة وتحية لك. شتي صنشيرو اليوم اللايف ديال اليوم، مع الأسف أنا كنقولها لك، اللايف ديال اليوم مع الأسف إلياس ما كيسمعش. قلت له أجي نبداو الجولات في الأول نوقفوا اللايف وصلت تبارك الله 1800 ديال الناس ومشارقة، ما كنهضروش على مغاربة، مشارقة وفلسطينيين كانوا معنا لتحت وتونسيين كانوا معنا لتحت وليبيين. تبارك الله شفتو انا طلع بزاف. ولكن مع الأسف شنو داروا لينا دابا؟ هما ضربونا باش ضربونا في الأول بالتقييدات، من بعد ضربونا بالانذارات، من بعد ضربوا لنا الهدايا باش حتى الاخوان بغاو يوقفوا اللايف بالهدايا. انا راه مشيت فاش كنت نشوف لكم وانا طلعت لواحد اللايف، لقيت وحده كانت معانا ومشات لواحد اللايف وكتقول لهم راه طالع معاهم، وبقيت تنتصنت راه طالع معاهم الشعيبي ولا الفلسطيني، وهو ماشي فلسطيني، داير راسو فلسطيني ومتفق معاهم
كيبدل التاريخ، يعني ان الجزائر ما كتعاونش، يعني المغرب اللي كيعاون فهمتي شنو بغيت؟ اذا عرفتي هما شنو داروا لينا صراحه الابواء هادوك وعائلين انهم هادوك ضربوا جاو الكاست، ضربوا لكم فهمتي، ضربوا اللايف. الكاست. انا شفت هذيك مشات عندهم سميتها لونجا، واحد البنت وكتهضر بشويه باللغه، حتى هما جزائريين كتعرفي حتى العربيه ما كيعرفوش يهضروها، اللي اللغه ديال القران ود الفصحى، وكيهضروا دائما فرنسيه وهذه، وهي الله مشات شكمات الله يسمح وبقيت لك. وبقيت تنتصنت. ومن فضل لكم بغيتكم ديروا عافاك واحد اللايف مثالي الكمال، هذا اللايف غدا ولا بعد غدا، على الاقتصاد ديال ان المغرب تيصنع السيارات، من حيث بقاو تيطعنوا في هذا الشيء السيارات، وان المغرب ما كيصنعش وما عنده لا رونو لا هذيك داسيا، لا حنا عندنا شركات تتصنع، حيت انا عارفه. وعييت ما نقول لهم طلعوني، ما بغاوش، قالوا لي سيري بحالك، ما بغاوش تكتبوا لي من التحت باش انا نجبد لهم حتى انا نقول لهم. قالوا لي سيري انت راه في اسبانيا اش كتعرفي، واش انا ما عايشاش في المغرب؟ انا عايشه في المغرب. ما بغاوش يطلعوني من حيث معروفه انا عندهم، معروفه تقريبا عند اللايفات كاملين. اش كدير لهم واخا ما كنعرفش الحاجه، كنسمع تنقلب عندي التليفون، تنقلب ثاني تنجبد المعلومات، شي تنعرفو شي ما تنعرفو. السيارات وقلبوها المطيشه، ان المغرب هو المطيشه، ان المغرب تيتكلاصا الرابع، وانه تكلاصا الرابع. الجزائر كتكلاصا 3، ولكن الجزائر واخا تتكلاصا 3 ما كتصدرش، حنا كنصدروا. علاش؟ لاننا حنا تنجوعوا المغرب. شوف المعنى فين كيديروا هذاك الشيء. ومصر هي الاولى، مصر هي اللي كتكلاصا الاولى، ما كتصدرش. علاش؟ لان الشعب ديالها كتوكلو، وحنا اللي مكلاصين الثالثين تنصدروا. داروا لها شوف هذاك الشيء سبب اختي التخرويط، بشار، هذاك اخت التخرويط. بشار، وانا بغيتكم ديروا هذا اللايف ديال هذاك الشيء ديال التصدير والاصدار، وديال شكون اللي كيتكلاصا الاول، وشنو هي الصناعات اللي كنديروا حنايا. وجبدوا طلع واحد المغربي مسكين تيدافع، وقلت لهم طلعوني نعاونوا، ما بغاوش. جبد وتيوري لهم المصادر وكلش، وهما جبدوا المصادر. وعييت ما نشوف اين عام، حيت ضروري غادي يكون شي عام قديم وما جبدوا لناش. عييت ما نبرقق، ما جابدينش اين مصادر وما جابديش اين سنه. هذاك الشيء اللي كانوا كيهضروا عليه باش يوهموا الناس، كيسحب لهم المغاربه راه حمير. انا بغيتكم اختي ديروا اللايف على هذا اخت الشيء، بشار، وشكرا. شوف هما هاد القضيه ديال المطيشه هما كيعيرونا بمطيشه، واش فهمتي؟ هذه في الثقافه ديالهم انهم كيعيرونا بمطيشه. الحمد لله دابا ديك مطيشه اللي ولاو كيعيرونا بها ولاو كيبغيو ينافسونا حتى هي عليها، واش فهمتي؟ جبدوا انهم تيتكلاصاو هما الثالثين وحنا الرابعين. واتي كانوا كيعيبوا علينا به، اتي كانوا كيعيبوا لا علينا تا واش فهمتي؟ راه قوم مريضه اختي بشار، باش نقول وحنا ما كنصنعوش قالك السيارات ما عندنا لا هادي لا هادي، حنا كنصنعوا غير الكرار. تقول لهم كنصنعوا غير الكرار، قال لك كنغلفوهم. وقال لهم راه حنا كنصنعوا هذيك النيو موتورز. قال لهم هذيك جبتوها من الشينوا وحطيتوها، ماشي ديالكم. ياك وشوف اخت بشار، الرئيس ديالهم رسميا خرج وكان كيتكلم على الاستثمارات والملايير الدولارات اللي تخسرت في نفخ العجلات. ياك هو بكلا الرئيس هذا راس الهرم ديال الدوله الجزائريه تيقول هذا الكلام هذا عادي. واش عاد نخرج انا نتكلم مع من هبه ودب في الجزائر على مساله ديال نبدا نتكلموا على نقول له الطو دانتيغراسيون ديال البرودكسيون، بقى ندخلوا لا حنا راه 70% 80%. راه واقع الامر كيقول هذا الشيء. بورمي شوف كتمشي للميناء ديال البورميد، راه كتشوف التراندايز بالسلاسل ديال السيارات واللي غادا للتصدير، فهمتي؟ الواقع الحال. قال له راه كيتكلاصا المغرب الاول. قال له لا كان المغرب تيتكلاصا الاول، علاش الشعب ديالو 23% اللي 23 ما شحال قالوا 76% ما كيتوفروش على السيارات، لكن هو الاول تيتكلاصا في افريقيا.
واخا شوفوا دابا غادي شوف غادي نديروها دابا مزيانه، نحبسوا الموضوع هنايا ياك باش ما يزيدوش يجيو عندنا ويزيدوا سينياليو فينا اكثر ما هو مسينياليو تقولوا لي اللايف اللي اصلا هاد تابوناو النقط. فيه. لا انتم يسمعوني، اللي اصلا تابوناو فيه دوك المشارقه اللي كانوا معانا راه تابوناو فيه كاملين، والفلسطينيين تابوناو فيه باش غدا ان شاء الله نكملوا اللايف ديالنا. غدا ان شاء الله نبداو اللايف ديالنا مزيان، وفكروا ديروا هاد نتاع الصادرات والتصدير نديروه السيارات شنو والصادرات تنصنعوا شنو تنصنعوا حتى حنايا. انا غادي غادي نهضر نديروها مع شوفي الدراري. هذه بالشهر، الا بغينا نديروها غير حنا مغاربه بيناتنا باش ناخذوا المعلومه ونمشيو نعطيوهم هما، فهمتي؟ هادي ما يكونوش معنا هما باش ما يبقاوش يشوشوا علينا. قال لك حتى الالات المنزليه الكهربائيه ما عندناش كنستوردوها. بصح قول لهم بصح معليش. شوفوا الشباب انتم نوقفوا الحديث هنا على المواضيع ديال هذه باش غدا ان شاء الله يكون عندنا اللايف واجد ونحلوا شويه بكري انا والياس الا كان ممكن. الياس ياك ونكونوا معنا الاخوان ديالنا. سنشيرو حتى انت وجد راسك غدا تكون معنا، مرحبا بك، لان اللايف كيكون رائع. بالشهر المغربيه كوني معنا، تطواني في الطومان، الاخوان اللي كاينين جمله وتفصيلا واخا ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بكم الشباب، مرحبا بكم. نقولها تبارك الله عليكم كاملين. سمير قالوا لي راه كاين، سمير قالوا لي راه كاين، راه رجع للتيك توك دابا نتواصل. سمير كاين راه كيبقى حتى كاين كيطلع مره ما كاينش كاين دابا لكن راه كاين راه موجود. وحكا واقيلا دريس العالمي كان دايز ما طل، قال له وهو يسألوه شافوه يطلق وفين كدريس العالمي وطلع ليها جوج تليفونات وجاوبنا على الاسئله. هو واقيلا مسكيني كان دايز. لا ما كيكونش هو، كيكون عاد شي اسماء بحال ديالو صافي. راه شوف اختي بشار هما يعلمون الحقيقه، غير باش نقول لك راه ديك الحقيقه هي اللي ضارهم في اي وتحاماو على هذاك الدري مسكين وانا عييت تنقول لهم يطلعوني تينام حيت جبت واحد المقال حلفوا لا يطلعوني ولاد الحرامي. تنكتب لهم من التحت عندنا الرون وعندنا بيجو وعندنا داسيه اسيروا عندك الزبل قالنا ولا هاد المعامل اللي عندكم خص تكون الطاقه. قلت لهم حنا عندنا الطاقه الشمسيه في افريقيا ما عرف هذيك اللوحات اللي داروا ديال الفرفارات فرزازات، حيت حنا راه تنشوفوا نور مركب ديال الطاقه الشمسيه، نور واحد وجوج فرزازات الطروره. واش فهم الانجاز والله حرام تيكتبوا لي عندكم الشحم، عندكم الخنزير، عندكم ولاد الحرام. معليش ناخذ شويه شوف الا سمحتوا ناخذ غير شويه تطوانيهم في الطومه اللي مساكن ما هضروش كاع بالمره بقيت شداهم. لا بالعكس اختي حنا كنسمعوكم مستمتعين. وعليكم السلام، مستمتعين بالكلام ديالكم. والله الا خوتي لا بلاتي هذوك حركيين، هذاك حركي شمالي، حركي وهذيك حركيه جنوبيه. شو مالك يا الياس الله يلا شو مالك بالله. حركيين الشباب اللي معايا عافاكم غير كبسوا الشباب باش كتكونوا ضدي. ما نقدروش والله ما نقدروا بالله. الياس هذا حومتي ماشي ولد مدينتي، ولد حومتي كاع وهو ضدي يا عباد الله. الياس حركي ولا ماشي حركي؟ انا مغاربه في الطومه مسكينه طلعت كيوت. واشوف تنشيرو حركي ولا حركيين ولا ماشي حركيين هذا؟ خويا هادو خليني ديك الكلمه قال لك الجاي. شوف قال لك الجاي سنشيرو الياس وبشار قال لك اصلا تطوان فيها غير حومه وحده. ما كناش مشينا للتطوان وعشنا فيها وشفنا فيها واحد الشارع اسمه في الحقيقه قولوا دابا عاود دابا واش تطوان هو كازا ملكه فيها واحد الشارع. لا مجال المقارنه. ملكه انا ماشي من تطوان. طنجه انت منين؟ انا من طنجه. يا العاليه قول 20 قلت 20 وهذاك النهار طلعني بتطوان. سواريها او ليلى. انا ملي قلت ديك النهار 20 طلعني، حيت الا كنت قلت 20 كان يعرفنا. قلت 20 قولي 44. الياس قول لهم حنا عندنا في تطوان واحد الشارع اسمه شارع جيش الملكي كيديك حتى راس السبته وكيديك حتى لطنجه. واجي راك عارف جيش الملكي راه هو اللي كاين اخويا العزيز، راه هو الملكي. شارع جيش الملكي ساهل.
ولكن وطويل الصراحه يا خويا ذاك نقولوها الشارع جيش الملكي ما طنج كيتحاداش. ولكن تطوان عندها واحد السحر خاص صراحه نقولوها، فيها واحد ما شكل، فيها واحد السحر. لا كتدخل تطوان كتحس بواحد الراحه وشكل والله العظيم. اما ملي كتطلع جهه القصر د الملك، عرفتي واحد المنطقه تما كتحمق وديك الشوارع عالم شوفي اخر الخطومه هذه والله ديالك، هذه العظيم. الخطومه هذه ديالك، هذه ديالك. الجبال العالية عالية بسواريها. لولي ها إلياس، سكيتك الخطومه. لا ناضية الحركه ديال معلكش. الحركه ديال بصح هما طنجاوه. أيما الحبيبة هذا التقلب ليلي عاوتاني ما عرفتش. عطيه خليني نحترمك تطواني، خليني نحترمك. دابا تحطوا لك في السطلاس كاع اللي جاي طلع كاع. لا كيوت في الطوش. شوف طنجة راه ما ولدت حد، راه كاملين اشنو راه لا من تحط المنطقة. الملكه في السطل هذا بغيت نعرف شنو. راه غادي تقول لي شنو رانا شوف انا راه عارفه شنو كاين ما بين لا زي في العادة. الجويين في راسك، هو راه العديد. بيناتهم واحد بحالنا حنا وياكم اصلا نشيرو بحال كازا مع الرباط. الشمالية دريم لا كازاويه بشار منين انت؟ الكناسية. ما كناسه دول ساكن شكون ما كنسمعوا لهم والو بحال الملكه عزيزين عليا كازاوا، انا ما عنديش هذاك. لا ولكن- كاين بحال داك حنا مع العاصمه الاقتصاديه وهما انتم العاصمه الاداريه، فهمتي؟ حنا العاصمة الإسماعيلية، حنا العاصمة العاصمة الإسماعيلية حبس قارة. الملكة راه واخا انا من طنجة، ولكن الاصول راه ماشي من طنجة، منين؟ رانا ميكس جبلية ريفية. ريشيه كنسمع اللهجه ريشيه. لا شو اللهجة عريشية. لا شو انا تخلطت لي الهضره ديالي ملي جيت هنايا عشت شي امريكا، راه بدلتني، لان ملي كنهضر بالشماليه كلشي كيبقى يرد البال معك، فانا كنحاول نخليها شويش لكنه بيضه شويش ومشات فيا فهمتي، يعني كننسى اللسان ديالي كما كيقولوا. الحمد لله انا والكرغولي ديال الياس ما بقى يعرفنا حد. الياس بوحدو الياس بوحدو ما يعرف حتى واحد التطواني، هذاك بوحدو، هذاك حريرته حريره هذا. لا ولكن الياس ماشي كرغولي، الياس ماشي تكرغل، الياس فهم الكراغل، هذا هو الفرق. ولكن كاين فرق اخويا التطواني. ولكن والله تاثروا عليه. واش شكون شكر العروسه؟ شكون شكر العروسه؟ شكون؟ خالتها ناسا يما وخالتها. انتم فهمتوا دابا على مال الياس عروسه دابا الملكه انا ما بلاتي انا ما كنجاوبهمش انا. شنو خاطر؟ الياس انا نوريك انا نوريك الياس نسقسيك. لا بلاتي تطولي بلاتي على الله، عرض الله كيفاش نتينا خويا؟ انا هضرت كيفاش معك نتينا؟ انت. شريح انتينا، قول لي انت ولا انتي عمو معك انت. الياس كنت عنسقسيك على واحد جبتي اسمه قبيله. شكون؟ اللي مسمي اسمر كتعرفو؟ سوري. على فراسك كان هذاك اسمر قوس مع الحرب من 2015. علاش؟ كانوا كيسبوا فينا، هذاك تعرف ولا؟ كان كيمشي قبل في الاولى قبل كان بصح تعرف انا هذاك هو احمد السوري كنت مجوز مورا معاهم الحرب، انا كنت كنمشي عنده حتى المانيا باش ندابز معاه. انا الحافظ اقسم بالله كان كيدخلوا للمجموعات ديال الجزائريين ويبقى يسب فينا. ودابا شوف في الاول كانوا بزاف ديال المشارقه واخدين واحد الفكره علينا غلط اخي. بالفعل هذا هو المشكله. ولكن السوشيال ميديا راه فتحت بزاف ديال الناس العينين ديالها. تماما. علاش انا والياس ديما كنقولوا لكم واحد الكلمه مهمه جدا، لاننا نحن قرينا التفاصيل اللي كانت قبل. كنقولوا لكم مثلا اذا انصاع احد انتم تهدنوا ديروا بحال المملكه المغربيه لا رد. علاش مثلا هذا القطع العلاقات ديال بومدين مع فرحه عباس، ياك مع فرحه عباس، سميتو فرحه عباس ياك الياس؟ شكون هو؟ رئيس السلطه ياسر عرفات. ياسر عرفات. انا ما كنعرفش بزاف في فلسطين، نكون معكم صريح. فياسر عرفات
ملي تقطع شنو قال له الحسن الثاني؟ ما دارش ردة فعل، وقال له سير عند الحسن الثاني. ومع ذلك هم قالوا خطاب ضد المغرب في هذيك الوقت وبدلوها ضد المغرب، ومع ذلك المغرب بقى معاهم مزيان الى ابد الابدين الى يومنا هذا. حتى كتعرف الحقيقه راسها الشباب تيقول لك ديرها على مزيان. مر اختي الملكة، على مر العصور المغرب اثبت بانه بلد افعال لا اقوال. تماما. بالفعل دبلوماسيه حنا. بلد افعال، كل شيء يبان على ارض الواقع، ماشي بلا 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 الكلام والارقام والخطابات والشعارات، لا فعل يطبق على ارض الواقع. هذا باش معروفه المملكه المغربيه. والله يعميهم علينا ودي دابا رجع كلشي عارفهم، فلسطين عارفينه، لا ولاو فرنسا كعرفونهم عارفينه، كامل والله. الامارات عارفاهم، السعوديه عارفاهم. مثلا انا مثلا المساله راه يمكن سانشيرو يوافقني الراي باللي كنشوفوا غير ما اللي عندك الحق. كنشوفوا غير هنايا في الغربه كيحترمونا حنا كمغاربه، هي ولا لا خاي سانشيرو؟ كتشوف الاحترام احنا كمغاربه كيحترمونا هنايا، الناس اللي عايشين معاهم كيحترمونا، معايا ولا ماشي معايا في هذه النقطه؟ زعما العرب الاخرين نو ماشي العرب، ما كنهضرش انا على العرب، كنهضر على الامريكانيين. لان الانسان راه كيثبت الوجود ديالو يعني اينما حنايا كان. بالفعل انا كنلاحظ اللي حنايا، ودائما الكلام على المغرب كلام كامل ايجابي، يعني قليل فين كتلقى شي اراء سلبيه على المغرب، وخصوصا مؤخرا. انا بدل اللي كنعرفهم كان موروكو، اي وانا فيزيت موروكو، يعني دائما خصني نشوف المغرب، الماكله المغرب. وشكون الدول العربيه اللي معروفه عند الامريكان في الطوما؟ كاين المغرب، كاين مصر، كاين السعوديه، وقيله الامارات، كيعرفوا غير هاد البلدان هادي. 2022 فاش كان المغرب شي دول كاع ما كيعرفوا المغرب، فاش ربح المنتخب نصف النهائي دخلوا، فاش مشاو تيبحثوا في جوجل ما عرف شحال لقاو ديال نسبه الناس تيبحثوا على المغرب في جوجل، تيخرج لهم العدد. ماشي بحال قبل. تماما. انا جاي كلهم ولاو كيعرفوا المغرب، ماشي بحال قبل. 2022 تعرف بزاف، دخلوا لجوجل ولقاو النسبه ديال الناس، حيت تخرج النسبه ديال الناس اللي كتقلب على المغرب، لقاو واحد النسبه كبيره. فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ تمام. انا كنتفكر ملي كنا لاعبين مع ملي كان في كاس العالم، باش كان المنتخب لعب مع البرتغال في الخدمه عندي، كان جنسيات بزاف، واحد المهم بالجنسيات بزاف. قلت له الا ربح المغرب ندير لكم طاهيه، وبالفعل ربح المغرب ودرت لهم طاهيه، عرفتي تبارك الله وكلاو. والله العظيم بغا كنتفكر بالله الحق سلاوه باينه درتي لهم طاهيه ديال الجزائر. لا والله صاد المغرب حشومه عليك تبارك كاين شي الله. باي ديال الجزائر. الله يهديك اصاحبي. بايلا لا يا واش البايجا البايلا كيقولوا بايلا هي بايلا بايلا. والله العظيم ما كنتفكر واحد معنا، المهم طبا اللي خدامين، انا خدام لا ديال الحوت الله يهديك كل شيء. لا كاين اللي كيدير بلاتي، كاين اللي كيدير الحوت ياك بالخيال، وكيدير معاه طريفات ديال الدجاج. والله اصلا شوف الاوتنتيكا ديال البايجا هي اللي كتجيب الدجاج وبالحوت اصلا، وبالحوت صحيح. ولكن والله درت فيها غير الحوت، جبت الانواع ديال الحوت، ومهم داكشي كامل القواقع كاملين، كلشي عملتها وجات واعره وكلا وفرحان. قلت لهم الا ربح المغرب غنديرها لكم. الصباليون كيديروا فيها الصوصيص ديالهم ديال الحلوف وداكشي، ولكن حنا ما يمكنش نديروا داكشي. لا ما كنعملوش والله. الا هي فكره نطيح في الدروج. فالنسيانا وتصوروا شوف 2022 وباقي لحد الان كيجبدوها ليا، كيقولوا لي اللي فيها خير يربح المغرب عاوتاني باش تعملنا عاوتاني. والله كنسردوها غير مره واحده. انا عندي واحد المشكل، هو انني انا ديما كنتسحر زربان، غنزيدوا جوله واحده وغادي نختموا فيها الشباب كاملين الله يجازيكم بخير.
الله من- وانا هنا غادي نقول، الا سمحتوا لي هنا غادي نقول لكم جزاكم الله كل خير الشباب، الله يكبر بكم. دابا ان هي شاء هذيك الله الجاية. بغيناكم الله يعز الله يعز التواجد. والله العظيم. بغيناكم الله يكبر بكم الدراري، بغيناكم كلكم غدا تكونوا حاضرين معنا في الاول ديال اللايف، غنحلوا ان شاء الله مع 10. غادي نوقفوا اللايف على خاطرنا، ومن بعد يجيو عندنا الاخوان وغادي نطلعوا ان شاء الله. وانتم ديروا خدمتكم، بارطاجيو مع باقي الجنسيات وخليو التسيير لإلياس والملكه. بارطاجيو مع جميع الجنسيات اللايف ديك الساعه، وقفوا باش نستقطبوهم ويجيو عندنا ويهضروا كلمه الحق. حنا ما قلنا والو، اللي عنده شي حاجه يقولها حتى وان كانت ضد المغرب مرحبا به، ماشي زعما ضد خوتنا الله يخليهم لينا الشقيقه ديالنا وداكشي، لا. عزيز الغزال وخوتنا الجزائريين سيروا قلبوا بحثوا ما الى ذلك. صافي يلا الشباب، الجوله الاخيره اجي نديروا واحد الحاجه، اجي نديروا واحد الهجوم جماعي، تكبيس الشباب ياك فطوم، نحكموا عاد نهبطوا، تكبيس. نحكموا عاد نهبطوا، ما كاينش اللي الملكه خلانا. حنا راه واو بلا الملكه حنا راه بصح واو بلا لي واو. بصح اليوم الملكه عجبتيني. رفيق. خدمتي الجسم ديالك في العقل، خدمتي الجسم ديالك في العقل الياس. قالت له الياس هو يطلع لي داكشي اماراتي. أنت جبان يا ليشان، أنت جبان، الملكة. لماذا لا تصعد عند إلياس الملكة يا جبان؟ الملكة قلتي لإلياس هذاك النهار اللي صيفط لهذاك خينا حوته، ويلي قلتها لي والله، تا قلتها لي والله براسي. قلت لي مشات تسطى، طلعت كتقول رد لي فلوسي، رد لي لا بخاطرش غيرد لك، مسكين راه فرحان غيمشي يشري 5 لتر ديال الحليب تما. وهرب كان تيتحاور وتيتناقش وهرب، وبقى لتحت في خبارك، بقيت تراقبو وبقى لتحت. وانا نصيفط له بريفي، قلت له شوف وانا نمشي له البريفي قلت له شوف بصحتك هذيك الحوته ولا ما قداتكش ما لقيتي باش تشرملها، نصيفط لك فلوس التشرميله ما ردش عليا. أصيفط التصيت الهريسة، ما كاينة الهريسة والحار. طيب تونس عطيو الهريسه. وراه بقى معاكم في اللايف خبارك، تنطلع عليه في العوين مقدرش كل يطلع. خطره كنلقاه ما بغاش مقدرش يطلع. هو وحده كتقول له فقصها ما تصيف ما تردها لاش. قلت لها غير بصحته، انا بغيت سعيد انا أخويا نزيد له سير فلوس سعيد. الشرموله. سعيد الياس فيلالي هذاك راه مغربي، سبق ليه طلع هضر معنا، راه مغربي، راه خونا مغربي، راه يمكن جاوب شي اخت مغربيه ما عرفاتوش، قالت ليه واش مغربي، هو قال لي انا مغربي حر. راه وقع سوء تفاهم الشباب، وقع في سوء تفاهم. تحياتي. عندك الحق في الكتابه لتحت، واحد تيجاوب شي واحد وكنغلطوا بعض المرات يصحبنا جزائري. لي شانك مصيفط ليا لا كلاص، لي شانك اول مره نشوف شي واحد داير السميه ديال باه ومعترف بها. أنت جبان، أنت جبان، أنت حقير. داير السميه ديال باك في اللايف مزيان. وانا بعدا كاين معقداهم تيقولوا لي تتبدلي السميه عاد نطلعوك ولا طلعوني. السؤال الاول علاش دايره مغربيه، محمقاهم انا عاوتاني، حيت في الاول كنت دايره ودي اب، وانا نقول والله تنحيد امها تندير هذيك بشار مغربيه على الغدايه. راسك بشار، راسك بشار، انا كنت عارفه كنت هي ودي مغربيه. من حيت جيت النهار اللي بدلت، حيت انا اتصلوا بيا شي جزائريين ودابست معاهم داكشي وبدلت. بغيت نبدل البيرفيل هذيك الساعه وهذه تيقول لك من شهر عاد تبدليه، وهذاك التقربيق. هاد المره رديه، الا بغيتي تبدليه بديه تندو في الجزائر. وخبارك انا راه كنت ندخل حتى لعند هذاك موالين الديسكورد النهار اللي جيت نزيد، ويلي دخلت عندهم صيدتهم واحد الصيده وجبتهم عند الميطاليين فرعوا فيهم كاملين جبتهم. دخلت عليهم حتى تما وداو باناوني وجبت تليفون اخر ونمره اخرى وايميل اخر والو ما بغاوش ما عرف كي داروا باناوني حتى هذاك الفي بي ان. درت الفي بي ان عاد دخلت، ولكن حلفت يوم واحد الحلفات جبتهم كاملين، جبت بيو جبت هذاك اوصو وجبتهم كاملين تنقول لهم راه العياشه كيهضروا فينا، درت لهم التجسس وجبتهم وتبعوني كاملين. المظليين تصدموا قالوا كي داروا هذا التسلطه، قلت له وانا نكتبهم في الخاص قلت لهم راه مشيت تجسست عليهم وجبتهم لكم.
بقاو تيطلعوا اخباركم شنو كانوا دايرين. اخبارك فاش كانوا تيهضروا تيجي شي واحد يهضر معاهم تيديروا شي حوار اوتوماتيكمون الا قلتي عشان مالك كتهبط. هذاك الشيء دايرينه اوتوماتيكمون. اخبارك اوتوماتيكمون. ودي داك الشيء راه بالتفاصيل الممله، راه كاينين الناس اللي جابوا. والله ما كنعش، كنت لستة الصباح حتى الناس باش نسجل هذيك الحوارات وندير كابتوره. بوف دازت عليا واحد الايامات مرضت فيها يعني. دابا اليوم سعيد يوصلك، دابا غيوصلك سعيد. واخ الشباب والشابات في طوما، تطواني، بشار، سانشيرو، شكرا جزيلا لكم على الحضور ديالكم معنا اليوم. الله يكبر بكم واحد بواحد. الله يعزكم. الحاجه اللي غنقول لكم عافاكم غدا كونوا حاضرين معنا. شوف الملكه اسمح لي، شوف غدا الدراري اي واحد فينا مثلا كل واحد يكبس 2000 تكبيسه، راه ما تما والو. 2000 تكبيسه راه نقدروا نجبروا مليون قبل ما يبداو هما في اللايف. وحق شي انا والله العظيم شي مرات كتوصل اكثر من 5000 تكبيسه كندير انا اكثر. بارك انا كندير بجوج الصباح. انا بثلاثه اقسم بالله بثلاثه، عرفتي تكيعيا ليد. 2000 تكبيسه الواحد يوصل مليون ساهله، من بعد مليون كيجيو الناس. انا والله العظيم لا غناكل 3 ديال الصباح فيا الجوع. صافي راه داكشي انا علاش ديت المايك، راه عرفتكم بغيتو صافي. تصبحوا على خير اخوتي، الله يكبركم، الله يعزكم، الله يسعدكم دائما ان شاء الله يا اخي. تنشيروا الغزال. الله ثانك يو سو ماتش ليكم كاملين. شكرا لكم الياس على خير على المساحه. سانشيرو غدا اللايف مع 10 سانشيرو غنبارطاجي معك اخويا. ضروري راه غير حضروني وصافي، راك عارف رمضان ما كنتي مسالي. ليسونسيال هو اننا بكثره ما كنبغوك تكون معنا. والله حتى عرفتي اليوم راه غير ساليت المسائل اللي خاصني نسالي، والله الا دخلت طلعت لعندكم اقسم بالله. مرحبا بك والله كتنورنا خير. جاي غدا تكون حاضره الشباب كلكم، مرحبا بكم غدا باذن الله على 10 مريم. طريق. الله يعزكم مريم حبيبتي الاباتشي، تصبح على خير. شكرا لمودراتور ومودراتريس على الدور اللي قاموا به اليوم لتحت، شكرا جزيلا لكم. كذلك شكرا الناس اللي كبسوا وصلنا للمليون، جزاكم الله كل خير. غير غدا ان شاء الله نوقفوا مع بعضياتنا قبل من اللايف باش هكا ما يطرش لنا هادشي ونوصلوا الرساله بعدد اكبر. نبداو بالجوله الملكه، نبداو بالجولات ان شاء الله، ونحتاجوا الاخوان يوقفوا معنا باذن الله باش نوقفوا اللايف، لان غادي يكون فيه داكشي ديال دخول وخروج وهذا، وياس مابقاش تدخل، خليهم بيناتهم اخويا. ايوا خليهم بيناتهم. الله يرحمك الوالد. جمعونا اكثر حنايا مما عضو يفرقون. الله يجازيك. صافي يلا الشباب والشابات، الياس عطينا كلمه. الشباب والشابات نساء رجالا. الجوع ولا تسخف مسكين بالجوع. شيوخا. ثانك يو سو ماتش. شكرا جزيلا لكم، نحبكم جميعا في الله. اذا تنسات لو صافي. تصبح على خير الياس. اذا اخطانا في من انفسنا، تحياتي لكم ونظل لكم، تصبحون على مليون امي وفي الجوع. مونيتا شباب شكرا على شكرا. الله يسلمك طارق، شكرا. 60 ريال مدريد. السلام عليكم الشباب كاملين. حفظكم الله ورعاكم الله الكريم.